ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة هنعمل ايس كريم الفاكهة، احلى حاجة في الحر ده، بطريقة سهلة ولذيذة وبسيطة جدا. ولو عجبتك طريقتي اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، ويلا نبدأ. الاول هنعمل ايس كريم الشمام. انا اخدت نص واحدة، النص وزنها حوالي كيلو. شلت منها البذور الاول، وبعدين قشرتها وقطعتها مكعبات، وحطيتها بقى في محضرة الطعام. ضربتها حوالي 5 6 دقايق. اخدنا بقى الكمية اهي الاول كلها، وحطيتها في المحضرة 5 6 دقايق. بعد كده ضفت لها نص كوباية كريم شانتيه، ومعلقتين كبار عسل ابيض، ومعلقتين كبار زبادي. بديل العسل الابيض طبعا السكر، وبديل الزبادي نص كوباية لبن. ضربتهم بقى تاني في المحضرة كده حوالي 5 6 دقايق وبس. خلاص، ادي الطريقة بتاعتنا بسيطة جدا، ومش هتاخد معاكي وقت خالص. في علبة بقى وتحطيها وتدخليها الفريزر مش اقل من 6 ساعات، ويا ريت تكون لتاني يوم يبقى افضل. حطيتها في العلبة كده ورجيتها كويس لو اي فقاعات هوا تطلع، وخلاص. بالنسبة بقى للبطيخ، قطعت اسطوانة الاول كده، اخدتها بالشكل ده. هنفرغها بقى من البطيخ وهنشيل الاسطوانة لان احنا طبعا هنستعملها. تلفي بالسكينة كده الدوران بتاع البطيخ، وبعدين تقطعيه مكعبات. وطبعا نشيل بقى اللب بتاع البطيخ منه كويس كده، ننضفه كويس كده. اخدنا المكعبات اهي، انا اخدت الكمية دي والحتة اللي قدامنا التانية دي، يعني اقل من نص بطيخة بالشكل ده كده. هنفرغ بقى الحتة التانية دي، وبعدين هننضفه من اللب ونحطه في محضرة الطعام، واضربيه بقى كويس قوي. وبعدين هناخده نصفيه بالمصفى، لان برضو بيبقى فيه اي لب غلط كده سبناه بالشكل ده كده. نستخدم المصفى. وبعدين بعد ما صفيته انا عايرته علشان تعرفي الكمية اللي هتستخدميها قد ايه. طلعت حوالي كوبايتين. اخدت كوبايتين العصير بقى بتاع البطيخ دول، حطيتهم في محضرة الطعام تاني، وحطيت عليهم النص كوباية بتاعة الكريم شانتيه، ومعلقتين العسل، ومعلقتين الزبادي نفس المقادير. وضربتهم بقى كويس قوي. انا لقيت لون البطيخ حلو قوي كده، مش محتاج الوان، لكن لو تحب تديله نقطة لون احمر كده براحتك من الالوان اللي هي الالوان الطعام. اخدت بقى الاسطوانه الفاضيه اهي، حطيتها زي ما انت شايفه كده، تحتها كيس نايلون على الطبق، وبعدين فاتحه بالسكينه كده وتحطي العصايه بتاعه الايس كريم. حطيت 8، وحطيت الايس كريم اهو كده، ورشيت عليه شوكليت شيبس، ودخلته الفريزر. والباقي حطيته في علبه بالشكل ده. دي بقى افكار للتزيين: جوز هند محمص، جوز هند ابيض، بندق، فستق، شوكولاته فرماسيل الوان او بني او ذهبي كده لونها حلو، او شوكليت شيبس. دي افكار يعني مش لازم تلتزمي بيها في التزيين، لكن انا بديكي افكار كتيره يعني للتزيين. الايس كريم بقى طلع اهو تاني يوم، انا سبته لتاني يوم. البولة بتاع الايس كريم هنحطها في مية دافية، كل ما تغرفي بيها تروحي منزلاها في الطبق ده بالمية الدافية علشان تطلع معاكي بسهولة. ادي البطيخ اهو طلع. هنقطعه بقى الدايرة كده، هنقطعها على 8، يبقى بالشكل ده. لذيذة جدا، والولاد هيحبوا الشكل ده قوي، وطعمه حلو قوي البطيخ ومنعش كده. بس قطعته بقى 8 كده، وبعدين ادي شكله. وزينته كده بالشوكليت شيبس، زينت الطبق. ودي بقى العلبة اللي كانت معانا اهي، حطيت عليها شوكولاتة فرماسيل الوان كده. لذيذ قوي البطيخ في الايس كريم، خصوصا بقى لو البطيخة طلعت معاكي مش مسكرة، فده حل جميل ليها يعني. بدل ما نرميها، لا نعمل بيها ايس كريم. شايفة شكله من قريب لذيذ قوي. ده بقى الشمام. برضو هتحطي البولة كده في المية الدافية علشان تغرفي بسهولة. انا زينته كده بجوز هند، وتقدميه بقى بألف هنا. الفيديو ده انا عملت الشمام والبطيخ. الفيديو الجاي ان شاء الله عملت فيه الموز والكيوي والمانجا، وكلهم طالعين احلى من بعض. لازم تجربيهم، وبألف هنا. ولو عجبك الفيديو النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.